السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ صباحكم هنا، صباحكم رضا، صباحكم نادي بنور الله. الساعة دلوقتي 5 الصبح، حبيت اشارك معاكم لحظة شروق الشمس بتطلع في الصيف بدري قوي يا جماعة. شايفين ما شاء الله المنظر الحلو؟ واحنا في الريف بنصحى بدري قوي 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 كمان. يعني اللي عنده طيور واللي عنده حاجة بيقوم لها يشوف اللي وراه. انا في اليوم ده كنت هغسل البطاطين، قسمتهم، قلت كل يوم اغسل 3 زي اللي قبلنا ما قالوا، من كتر الشغل وزعوا على الايام. طبعا بعد ما فطرت الطيور وفطرنا احنا كمان وخلصت شغل بيتي، بدأت اغسل في البطاطين. بنقع البطانية نص ساعة وبعد كده اغسل. بحط مسحول اللي هغسل بيه وعليه نص كوباية كلور. دي اول بطانية. بديها كام شطفة لما ميتها تكون رايقة معايا خالص. انا ما غسلتهاش بايدي كده بس، لا والله، ده انا كمان نزلت برجلي. نزلت فوقها برجلي لما خليت ميتها زي الفل. غيرت المية اكتر من 3 مرات. حطها بقى تتصفى. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله راحت زي الفل. هبدأ بقى انقع التاني. ما شاء الله كل يوم بغسل 3 عشان ما تعبش، وجنب شغلي باتي برضه. حطوا له لايك حلو بقى يا جماعه للفيديو، وقولوا لي كومنت حلو الله يرضى عليكم. ولو انت اول مره تخش قناتي اعملي له متابعه. نفس الحكايه اللي عملته في البطانيه الاولى في التانية. ما شاء الله راحت زي الفل هي كمان. ندخل على التالتة. زي الفل. انا قسمتهم يا جماعه عشان جنب شغل البيت، عندي طيور وعندي عمايل اكل وشغل بيت برضه. ما شاء الله. هطلعها هي كمان تتصفى وايه عشان هعمل معاكم غدا كمان. هعمل اسهل حاجه لقيتها قدامي. هعمل فراخ في الرز، هعمل فراخ معمر. انا كنت مطلعه الفراخ جنبي على ما فكت وغسلتها كويس ومسكتها قطعتها. هبدا بقى اديها تشويحه على النار زي الفل. اول ما تتشوح كويس احط بقى والطماطم وعليها فص توم في الخلاط وافرمهم كويس وانزل بيهم. اشوح الفراخ بهم كمان، وعليهم بصلايه، ملح وفلفل اسود مش اكتر من كده طبعا للفراخ. يا دوب هيشوحوا كويس واديها غلوه واحده على النار، لان هي هتكمل سواها لسه في الرز. بتخلي الرز طعمه حلو والفراخ بيكون طعمها حلو يا كمان ما شاء الله يعني. زي الفل. هبدأ بقى احمرها. انا بحمر الفراخ كويس لان انا مش بتتحمر تاني يا جماعة، بتتحط في الرز وتطلع من الرز خلاص على الاكل على كده. قلت اسهل من عمال الطبخ والدنيا حر وكده. انا عملتها معاكم قبل كده على القناة يعني، بس ده كان يوم ما كنت بغسل البطاطين قلت اصوره معاكم. خلصتها تحمير بقى احطها في الرز. طبقة رز صغيرة تحت، وهرص الفراخ وعلى الفلفل الاسود وباقي كمية الرز التانية، واحط اللبن واحطها في الفرن. انا عاملاها فيديو تفصيلي لوحده قبل كده في القناة يا جماعة، تقدري تشوفيه. احط لها الملح بتاعها بقى وارصه في الفرن، اشغله الفرن من تحت واشغله الشواية. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. خلاص دخل على سوا، هحط له المادة الدهنية بتاعته بقى، تحط سمنة بلدي، تحط سمنة على زيت، تحط زبدة اللي انت حباه. في التوقيت ده انا كنت سايبه البطاطين تتصفى عشان اخد انشرها في الشمس. ما شاء الله ده الغدا. شايفين الفراخ طالعه زي الفل، والرز ما شاء الله طعمه زي العسل. جربيه بس بطريقته واحكمي. والفراخ دايبه وزي الفل.
يا ريت بقى ما تنسنيش باللايك وما تبخليش عليا بكومنت حلو. خلصت غدانا بقى وهروح ايه انشر البطاطيه. ما شاء الله. في الايام بتاعه الحر ده ما بياخدوش اكتر من يوم او يومين في الشمس، وبعد كده بقى بحطهم في شنط التخزين لما الشتاء يجي علينا وعليكم بخير نطلعوه. يلا يا حبايبي، يا ريت في فيديو يكون خفيف عليكم، وما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه بالله عليكم، وكومنت حلو، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.